في قطعة صغيرة جدا موجودة في عربيتك، لكن لو باظت ممكن تخليك واقف على جنب الطريق والموتور درجة حرارته تعلى. والأغرب من كده إن ناس كتير أول ما العربية تسخن يقول لك شيل الترموستات وخلاص. بس هل فعلا ده الحل؟ ولا ممكن تكون بتعالج المشكلة بطريقة غلط؟ في الفيديو ده هنعرف كل حاجة عن ترموستات الحرارة، وإزاي تعرف إنه بايظ، وإيه اللي يحصل لو شيلته، وإمتى لازم تغيره. وأول حاجة إيه هو ترموستات الحرارة؟ ببساطة كده الترموستات هو صمام موجود بين الموتور والريداتير، وظيفته ان ينظم حركة سائل التبريد. لما تدور العربية الصبح وهي باردة الترموستات بيفضل مقفول. وهنا السؤال ليه؟ علشان الموتور يسخن بسرعة ويوصل لدرجة التشغيل الطبيعية. بعد ما الحرارة تعلى للدرجة المناسبة الترموستات يبدأ يفتح تدريجيا ويسمح للمية انها تروح للريداتير وتتبادل الحرارة. يعني تقدر تعتبره كده مدير حركة المرور بتاعة دورة تبريد السيارة. طيب لو باظ هنا المشاكل هتبدأ تبان، زي ان المية مش هتعرف توصل للريداتير بالشكل المطلوب، وهتلاقي الحرارة بتبدأ تعلى بسرعة، ومع الوقت ممكن يحصل تلف في جوان وش السلندر او اجزاء تانية في الموتور. اما لو علق وفضل مفتوح باستمرار هنا الموتور هيفضل ياخد وقت عشان يسخن بالشكل المطلوب، وده طبعا هيأثر على اداء واستهلاك البنزين. وفي بعض العربيات هتلاقي ان لمبة الاعطال نورت بسبب ان درجة الحرارة مش طبيعية. طب ايه العلامات اللي تقولك ان الترموستات فيه مشكلة؟ اول علامة ان مؤشر الحرارة يعلى فجأة خصوصا في الزحمة. تاني علامة ان الحرارة تفضل اقل من الطبيعي حتى بعد مشوار طويل. وتالت علامة ان العداد يبقى مش ثابت. ودلوقتي تعالى اقولك على موقف بيحصل مع ناس كتير. واحد ماشي بالعربيه وفجاه الحراره عليت، يروح للميكانيكي، الميكانيكي يقول له ايه شيل الترموستات وخلاص. العربيه فعلا ممكن تشتغل والحراره تهدى شويه فيفتكر ان المشكله اتحلت، لكن الحقيقه ان الترموستات كان بيقول لك ان في مشكله ومحتاجه تشخيص. ممكن يكون الريداتير مسدود او ترمبه الميه ضعيفه، ممكن يكون في هواء في دوره التبريد، ممكن يكون الترموستات نفسه هو السبب. عشان كده التشخيص الصح اهم من تغيير اي قطعه. وهل ينفع امشي من غير ترموستات؟ فنيا العربيه هتمشي، لكن ده مش الوضع الطبيعي، لان الشركه مصممه الموتور على انه يمشي على درجه حراره معينه، ولما الموتور يفضل ابرد من الطبيعي لفترات طويله الاداء والكفاءه بيتاثروا. علشان كده الافضل انك تركب ترموستات سليم بدل ما تلغيه. طيب امتى غيره؟ لو اثبتت فعلا ان الترموستات بايظ، او لو العربيه مشيت لمسافه طويله وما بداش يشتغل بكفاءه، وساعتها اختار نوع كويس ومجرب، واثناء التغيير اتاكد من حاله الترومبه وخراطيم التبريد، ريداتير وسائل التبريد، لان كل الاجزاء دي شغاله مع بعض كنظام واحد. وفي نقطه مهمه جدا ان ناس كتير لما بتغير الترموستات بتحط ميه عاديه في الريداتير، وده غلط. لازم تستخدم سائل تبريد مناسب يحافظ على دورة التبريد ويحافظ عليها من الصدى والترسبات. في النهاية ترموستات الحرارة صغير جدا لكن دوره كبير جدا في السيارة، واهماله ممكن يكلفك اصلاحات بمبالغ كبيرة جدا. فلو لاحظت اي تصرف غريب في عداد الحرارة ما تستناش لما المشكلة تكبر، واكشف على العربية بدري. واكتب لي في التعليقات هل حصل معاك مشكلة قبل كده في ترموستات الحرارة؟ ولو الفيديو عجبك ما تنساش اللايك والسبسكرايب، واشوفك في فيديو جديد، وخلي عربيتك دايما في امان.